بالنسبة للكابتن أسامة هوساوي إلى أي مرحلة وصلت المفاوضات تجديد العقد معه؟ أسامة هوساوي سواء بقي في النادي الأهلي أو غادر، احنا نعتبر أسامة ابن من أبناء النادي الأهلي. قدمنا له العرض اللي نعتقد أنه يوازي حجم أسامة. لابد أنه في هذه المرحلة نحن نشكر أسامة على كل ما قدمه وخاصة في فترة الست أشهر اللي هي فترة انتهاء عقده. الرجل كان هدفه خدمة النادي الأهلي بالحصول على كأس الدوري، ومن ثم جاهد أيضا أن يكون كأس الملك موجود. فبالتالي أسامة هو من يملك القرار. نحن كنادي في النادي الأهلي متمسكين بأسامة، لكن أسامة هو اللي له القرار الأخير وهو اللي بيوقع. فبإمكانكم من السؤال يكون موجه لأسامة يقدر يفصل فيه. طيب أعطيتوه مهلة أخيرة للرد على العرض الأهلاوي؟ احنا كل يوم ما زلنا يعني نمني النفس انه يكون أسامة موجود بيننا.